صباح الخير. النهاردة هحضر معاكم سلطة الكولسلو. سلطة لذيذة جدا، جربوها هتعجبكم. في بولة هضيف نص كوب من المايونيز، ما يعادل 5 معالق كبيرة، وربع كوب سكر، وربع معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل، وربع معلقة صغيرة من البصل البودر، وده اختياري. لو مش حابين تكون نكهة البصل واضحة وقوية قوي بلاش تضيفوه. وعصير نص ليمونة، و1 معلقة كبيرة خل، ونقلبهم مع بعض ونسيبهم بعدها على جنب. ونحضر باقي مكونات السلطة. هنحتاج للسلطة نص كرنباية صغيرة اللي هي بتكون مخصوصة للسلطة، و1 جزرة هناخد نصها بس، و1 بصلة هنحتاج ربعها، وتفاحة هناخد نص التفاحة. نقسم الكرنبة ونستبعد جزء الفرع ده، ونقطع بعد كده الكرنبة شرايح رفيعة جدا، وبعدها نفرمها بالسكينة شوية ونضيفها للبولة، ونبشر نص الجزرة، ونبشر ربع البصلة بشر ناعم ونضيفهم للبولة. وآخر حاجة هي التفاحة، علشان لونها ما يتغيرش نقشرها ونبشر نصها بشر ناعم ونضيفها على طول للبولة، ونقلبهم كلهم مع صوص السلطة، ونغطيها وندخلها التلاجة 6 ساعات، هتكون جاهزة بعدها. لو هتحضروها وتحتفظوا بيها في التلاجة 2-3 بلاش تضيفوا البصل غير قبل التقديم ب2 ساعات، لأن البصل كل ما بنسيب السلطة أكتر من 6 ساعات نكهته وريحته بتزيد وبتكون قوية، ممكن تغطي على باقي المكونات. وبألف هنا مقدما. لو عجبتكم الوصفة اضغطوا على لايك، وإذا حابين يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد اضغطوا على السبسكرايب وعلى الجرس، واختاروا قول أو كل.